بص يا صاحبي، عمرك حسيت انك مخنوق ومش فاهم السبب؟ بتصحى من النوم كده متوتر، مزاجك مش مظبوط، تحس انك تايه في زحمة افكار وخوف وحيرة حتى لو كل حاجة حواليك ماشية. عارف ده بيحصل لناس كتير، بس في وسط الزحمة دي في مفتاح بسيط جدا بيهدي القلب وبيظبط الدماغ، وهو ذكر الله. والله مش كلام تقليدي ولا وعظة دينية، ده عن تجربة يا صاحبي. الذكر مش بس عبادة، ده علاج للهم وسكينة للروح وبوصلة لما الدنيا تلف بيك يا صاحبي. في آية في القرآن بتهز القلب جدا وبتقول: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. حاسس بإيه أول ما تسمع كلمة اطمئنان، راحة، أمان، ثبات؟ هو ده اللي بيوصلك يا صاحبي للذكر الحقيقي، مش الذكر اللي باللسان بس، لأ، ده بالنية، بالتركيز، بالإحساس. واحدة من أقوى العبارات اللي غيرتني شخصيا وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جرب تقولهم كده وإنت ساكت، وإنت تعبان، وإنت فرحان، وإنت قلقان، هتلاقي في قلبك سكينة غريبة جدا. جرب يا صاحبي، كأنك رجعت بيتك بعد يوم طويل ومستريح جدا وراحة رهيبة بجد. وإنت ماشي كده يا صاحبي، وإنت سايق، وإنت في الشغل، حتى وإنت في السرير قبل ما تنام، خلي لسانك رطب بذكر الله. مش شرط تكون حافظ كتير، يكفي تقول يا رب بس من قلبك. بس انصحك ان انت تحفظ وتفهم اكتر عن دينك. في وسط الفوضى، في وسط المقارنات والضغط والمستقبل اللي مش واضح، افتح باب الذكر وشوف قلبك هيرتاح قد ايه. ولو وصلت لحد هنا فده مش صدفة، انا عملت الفيديو ده بنية ان هو يكون صدقة جارية ليا، كل اللي يشاركه او يساعد انه يوصل لحد محتاج يسمعه، فليك الاجر معايا باذن الله. شارك الفيديو، يمكن بكلمة تكتب لك جبال من الحسنات. وجزاكم الله خير جميعا، وربنا يجعلنا دايما من الذاكرين الشاكرين. واكتب لي في الكومنتات: اللهم اجعل قلبي عامرا بذكرك. وانزل يا صاحبي لايك وشير، مش عشان الفيديو، عشان ممكن تكون سبب ان حد مهموم قلبه يتهدي بسببك. وصل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لان الصلاة عليها نور وطمأنينة وسكينة ما بعدها سكينة. سلام يا صاحبي، وخلي دايما على لسانك لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لان فيها مفتاح الراحة من حيث لا تدري.